السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اقتراحنا اليوم غادي نشارك معكم حلوة لشرب الشاي أو القهوة، حلوة معشوقة الجماهير، ما كاينش اللي ما كتعجبوش هذه الحلوة هذه. يعني الحلوة ديال الفرماج كتجي رائعة يا البنات، مقرمشة معلى برا، مرمله من الداخل وهشيشه لذيذه بزاف، بدون بيض. ما عليكم الا تتبعوا معايا الوصفه من الاول حتى الاخير، وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نذكر معكم المقادير والطريقه في نفس الوقت. عندي هنايا في واحد القصريه اللي غادي نحتاج فيها 125 غرام من الزبده، غادي نضيف عليها 3 ديال القطع ديال الجبن المثلث اولا المربع اللي كان عندكم غادي تخدموا به. يعني غادي نضيف عليهم هنايا كاس الا ربع من السكر كلاصي اولا غير السكر سنيده، يعني السكر حبيبات ممكن انكم تطحنوه وتعبروا به. كاس الا ربع كما درت انا، يعني خديت غير السكر سنيده طحنته وعبرت منه كاس الا ربع. بالنسبه هنايا الزبده، ممكن الا كانت عندكم زبده ديال العبار تخدموا بها، الا كانت عندكم ديال العلب حتى هي ممكن تخدموا بها. فقط غادي تنقصوا غير في الكميه ديال الزيت، يعني ما غديروش هاد الكميه اللي درت انا كامله، غديروا فقط نص كاس لانها كتكون الزبده ديال العبار ميدمه بزاف. صافي هنايا ضفت 2 اكياس من السكر منسم بالفاني، وغادي نخدم هاد المكونات مزيان، يعني الزبده مع السكر وداك الفرماج غادي نخدموهم مزيان 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 حتى كيرجعوا لنا على شكل بومات. من بعد غادي نضيف عليهم كاس غير مملوء من الزيت. العبار دائما بالكاس ديال العنبه اللي كنوزن به دائما كيوزن 150 ملي. صافي انا من بعد ما خدمت المكونات كاملين غادي نبدا نضيف الدقيق. هنايا ضفت الدقيق، يعني كل كاس كيوزن 100 غرام، غنضيف 2 كؤوس في الاول، وغنضيف كيس من الخميره ديال الحلوه فئه 8 غرام، وغادي نبدا نجمع الحلوه فقط، غير كنجمعوها البنات ما كنعجنوهاش. صافي كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنجمع العجين. هانتوما كيف كتشوفوا راه ما كندلكهاش، يعني باش ما كيتقلش هكا الشكل ديالها، غير كنجمعوها فقط. صافي غادي نبدا مستمره كنضيف شويه بشويه. تقريبا انا خدات ليا 400 غرام ديال الدقيق، يعني دقيق خاص هكا بالحلويات. وما خصكمش تقصحوا العجينه، خصها تكون يعني عجينه رطبه وطريه هكا كتقلبوها دائما. كتقيسوا هكا العجين باليد اللي كتكون ناشفه، يعني دائما العجينه كتقلبوها باليد اللي كتكون ناشفه، اما اليد اللي كتكونوا تجمعوا بها غادي تبين لكم ديما راه مازال خاصها الدقيق. راني وريتكم القوام ديالها، عجينه اللي رطبه وطريه كتخدموا بها يعني كيف ما بغيتوا، يعني كتشكلوها. ما خصكمش تقصحوها البنات نهائيا، بالخصوص هاد الحلوه هذه كتبغي تبقى يعني العجينه طريه. صافي هنايا غادي نبدا نشكلها معاكم. كيف كتشوفوا انا غادي نختاريت هذا الشكل هذا، وانتم غادي ديروا الشكل اللي بغيتوا، الشكل اللي كتفضلوه اكيد ممكن ديروه. يعني تقدروا ديروا هكا على شكل هلال، اولا تقدروا ديروا هكايا تسرحوها وتقطعوها باي مرشم عندكم. كما تقدروا ديروا هذا الشكل هذا اللي درت انا، يعني على شكل هكا فرماجه، كيجي الشكل ديالها زوين وكتجي ساهله في الخدمه ديالها. كناخذ كميه ديال العجين هكا قياس واحد الحرب ولا على القياس ديالكم اللي غادي تقدروا تخدموا به. كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق. هانتوما غادي ناخذ كميه ديال العجين، وبالنسبه للعجينه كما قلت لكم راها طريه بزاف، فلهذا غادي نرش شويه هكا سطح العمل بشويه ديال الدقيق باش ملي كنهزوا الحلوه كتهز لينا بكل سهوله وما كتلتصقش. كنحربلها مزيان وكنقرصها بهذا الشكل كما كتشوفوا، كنبسطها هكا بيدي وكنحاول انني نقادها مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا يعني ما ترققوهاش، ولكني يعني تحاولوا تقادوها. صافي كناخذ هنايا اي قطعه اولا غير بالسكين عادي، كتقطعوها هكا على شكل مثلثات يكونوا مقادين، كتهزوها بكل سهوله. الا بانت لكم هكا داك المثلث ما بقاش كتقادوه، وكتحطوه في الصينيه ديال الفران. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال الحلوه، ونرجع معكم ان شاء الله التشكيل ديالها. صافي من بعد ما كملت الحلوه دخلتها الفران كطيب، يعني على نار الفران يكون سخون مزيان. ومني كندخلوها كنقصوا النار المهيله بزاف، يعني النار تكون من الاسفل ديالها. انا كنطيب في الفران ديال الغاز، نتوما الا طيبتوا في الفران ديال الضو يعني غادي تاخذوا قياسكم. يعني النار مهيله بزاف، ما خصهاش تكون النار مجهده، لان هاد الحلوه هذه ما خصهاش النار مجهده باش ما كتحمرش وما كتخطفش هكا في الطياب، لانها بسرعه كتحمر لكم. كتنقصوا النار المهيله من التحت ديالها حتى كنشوفوا ان بدات كتذهب من الجوانب،
كنهبطوها اولا كنشعلوا عليها من الفوق غير كتذهب في اللوين ديالها، ما خصهاش تحمر البنات، غير كتذهب بهذا الشكل هذا صافي. كنخرجوها ما نحديوهاش نهائيا لانها كتكون هشيشه، كنخليوها حتى كتبرد تماما. يعني انا خليتها هنا بردت مزيان مزيان مزيان، عاد غادي ندوز هنايا باش غادي نزينها بالسكر كلاصي. يعني ما غاديش نخدموا بها وهي سخونه، لانها الا دوزناها في السكر كلاصي وهي سخونه غادي تشرب لينا داك السكر. لهذا كنقول لكم خصها تبرد مزيان باش ملي كندوزوها في السكر كتبقى شاد عليها داك السكر وكتجي زوينه. لان ملي كتكون سخونه كتشرب وكيدوب داك السكر ما كتجيش في الشكل ديالها زوينه. صافي غادي نكمل هكا حتى نكمل التزيين ديالها كامل ونرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي كيفاش كتجي. صافي اخواتي، من بعد ما كملت الزين ديالها تيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي كيفاش كتجي. دائما كيف كنقول لكم الشكل والتزيين كيبقى اختياري وعلى حسب المتوفر عندكم وعلى حسب اللي بغيتو. انا خليتها هكا سامبل، يعني هاد الحلوه هادي كتبغي غير هكا السكر كلاصي كتجي رائعه سهله واقتصاديه وكتجي بنينه بنينه يا البنات، لذيذه في المذاق. وبالنسبه للكميه كنتحصلوا على هاد الكميه هادي، الا بغيتو كميه اكثر ممكن تدوبلوا المكونات كاملين وغتحصلوا على كميه ان شاء الله. غير هاد الكميه اللي شاركت معكم راه كتخرج لينا كميه تبارك الله. الطبسيل راه عامر وحبات لي كبيبرين، يعني ماشي صغيره بزاف. وانتم غادي تشكلوها كما قلت لكم على الشكل اللي بغيتوه اكيد. صافي هنا كما شفتوا معكم غنقسم لكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي رائعه يا البنات، هشيشه مرمله من الداخل وفيها واحد القرمشه على برا، واحد المذاق اللي رائع ما بين الملوحه وما بين يعني الحلاوه، كتجي لذيذه وبنينه بزاف. نتمنى بكل قلبي انكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. هنا اخواتي كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساوش تخليو لي تعليقاتكم، جيم لي التشجيع، تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب فضلا وليس امرا. خليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده واقتراح جديد، وبسلام عليكم.